ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. انا النهارده هعمل معاكم شويه سمك بتتبيله روعه. آه وهقول لكم سر طعم السمك الجميل ايه النهارده ان شاء الله. كمان هنعمل السمك بطريقه غريبه شويه. خليكي معايا لاخر الفيديو ونشوف هنعمله ازاي. بس لو سمحتي حطي لي لايك ما تنسيش، ولو ما اشتركتيش في القناه يسعدني ويشرفني اشتراكك. اول حاجه هقولك على السمك. كلنا بقينا شطار وعارفين كل حاجه عن السمك، بس انا بكلم البنات الصغيرين شويه. السمك عشان نجيبه لازم عينه تكون سودة كده، ما تكونش بيضه. كل ما كانت الحته البيضه دي اكبر، الحته البيضه دي اللي احنا شايفينها دي اكبر، كل ما السمكه كانت لها وقت ميته. كمان تدوسي عليه تلاقي لحمه ناشف. دوت طريقه ان احنا نجيب السمك ازاي طازه. مش عايزه اطول عليكم، انا عارفه ان كلكم شطار وعارفين آه، طريقه ان احنا نشتري السمك. انا معايا بقى سمك يعني توم، سمك يعني توم وفلفل. ويا سلام يا سلام لو قرن فلفل حامي في وسط التتبيله بتاعه السمك، بيتوديه في حته تانية. لو بتحبي الحامي او حتى لو يعني ممكن تحطي نص قرن يعني كده، بتوديه في حته تانية وبيبقى في منتهى الجمال. طبعا سر جمال السمك في التوم. آه، التتبيله بتاعته ما تكون فيها توم طازه، برضه بيودي السمك في حته تانية. اللي متفقه معايا او اللي متفق معايا ان السمك والكبده والملوخيه ما بيتعملوش غير بالثوم الطازه، يكتب لي في التعليقات ويقول لي مين بيحبه زيي بالثوم الطازه. انا ما بعرفش استخدم الثوم الفروزن ابدا ابدا مع السمك ومع الكبده ومع الملوخيه. هما التلاتة بيحبوا الثوم الطازة. مش بتقولك في نفس أكل، هو نفس الأكل في الحاجة اللي ساعات تحبيها طازة دي أو تعمليها طازة من الحاجة اللي تكون متلجة، بالذات الثوم. وسمك يعني كمون وشطة وملح وكمان كزبرة ناشفة. أنا عندي كزبرة ناشفة بس لسه هطحنها أهي، حبوب أنا بجيبها كده وبحمصها وبرجع أطحنها. فأنا هطحن حبة وأحطهم على التتبيلة. هروح أطحن أو أضرب الفلفل والثوم واحط عليهم البهارات. بس معايا ليمون، بس الليمون انا مش بحطه دلوقتي خالص، الليمون انا بحطه بعد اما السمك يستوي. صراحه مش بحط في التتبيله ليمون وهو ني، يعني بحس ان طعمه بيبقى قوي وبيبان وهو مستوي. الا بقى لو كان هيدخل الفرن صينيه. هروح اطحن الثوم او اضرب الثوم في الكبه ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا فرمت الثوم اهو. اعتقد ان الكميه دي بتاعت الثوم كبيره على السمك، فانا هشيل منها شويه قبل ما امسك السمك خالص. هشيل منها كده شويه على جنب واخلي فيهم معلقه عشان لو احتجت اخد بالمعلقه ما اخدش بايدي وانا ماسكه السمك. هنا بقى بصوا سر جمال السمك يا جماعه، ان اللحم بتاعه يبقى حي. ومهما حطيت ملح في التوم هتحدق مني، هتبقى حادقه من غير حتى مش هنعرف ناكلها. وبرده مش هتديني نفس طعم ان السمك يكون حي وطعمه حلو. فانت هتعملي ايه بقى عشان السمك يبقى حي؟ بصي دي رشه كزبره ناشفه، ديت رشه شطه تقدري تستغني عنها، بس برده زي ما بقولك السمك بيبقى حلو وهو مشطشط سنه. وديت رشه كمون ودي رشه ملح. انا هعمل ايه دلوقتي؟ هقلبهم كده مع بعض اهو، هقلبهم كده مع بعض كويس جدا وهقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي. خليهم على جنب كده وهقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي. بصوا بقى السمك ده صغير بس هو اكبر حاجه كان عند الراجل، فانا عشان ابينه ان هو كبير، لو عندك عزومه او اي حاجه وعايزه تعملي ما تبينيش ان انت جبتي سمك صغير يقولوا عليك استرخصتي ولا حاجه، مع ان هو مش رخيص يعني خالص السمك. دلوقتي هقول لك هنعمل ايه. بصي هجيب السمكه وهمسكها اغسلها غسله حلوه وهفتحها بالشكل ده. الشكل دوت يعني انا باجي من جنب السلسله هنا وبروح ماشيه بالسكينه كده 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 كده، وباجي هنا عند الديل واروح فاتحاها كده، وباجي عند الراس بس الراس بمقص بقى بروح عاملاها كده. انا بروح حاطه المقص كده هنا واروح ماشيه واحده واحده عشان اقسم الراس بتاعتها. انا سايبه واحده بس مش عارفه فين، اكيد بقى هي دي. بصوا انا جيت حطيت المقص هنا ورحت ماشيه كده جنب الراس جنبها فصلتها، وهنزل بقى كده بنفس السكه كده اللي انا عملتها دي جنب العضمايه بتاعه السلسله عشان افتح السمكايه كده. بصوا اهو اهو، بصوا فتحت معايا كده. وهمشي بقى
انا ما هدرتش منها حاجه، بس انا بينت ان شكلها ايه، كبير شويه اهو. هاجي بقى امسك الملح والكمون والشطه ورشه الكزبره الناشفه، اروح رشه كده. هو ده يا جماعه سر تتبيله السمك. جمال السمك كله في ان انت تحيقي لحمه. ما تنسوش ان السمك دوت بتاع ميه عذبه، فبيبقى عادم قوي. بصوا، كلي بقى شويه سمك زي العسل برشه الملح الصغيره دي، هي دي اللي هتفرق معاكي. طيب جربي وقولي لي هتعمل ازاي معاكي في النتيجه. الرشه بتاعه الملح دي مع الكمون مع الكزبره الناشفه مع شويه الشطه الصغيرين دول في التتبيله. ممكن لو انت عايزه تحطي من بهارات السمك اللي بتتباع جاهزه، بس انا الصراحه مش بجيبها خالص. انا بكتفي بالبهارات اللي عندي دي، وبيطلع طعم السمك زي السكر. بس جربي بس ان انت تحيقي اللحم بتاعه كده بالرشه بتاعه الملح البسيطه دي. كمل انا بقى. انا حيقت السمك كله، هحيق معاكم اخر واحده دي اهو. بعد رشه الملح هحط عليها التوم كده اهو. اوعي تنسي وتوسخي التوم كله بايديكي وترجعي تستخدميه في بدنجان او في فول او في بطاطس سلطه او في اي حاجه مش هتتحط على النار. لازم تاخدي منه بالمعلقه وتشيلي حبه من الاول خالص. ما ينفعش تحطي ايدك في السمك وتخلي اي حاجه تانية تستخدميها لحاجه نيه. عشان كده انا شلت التوم في الاول اهو. انا كده حقيقه السمك كله. يلا بينا بقى نشوف الدقيق هنعمل فيه ايه. يلا بينا هنشوف الدقيق. هنا معايا معلقتين 3 نشا. صراحه ما عنديش غيرهم، يعني لو عايزه تحطي اكتر من كده شويه ينفع. وهحط كمان شويه دقيق شويه دقيق صغيرين، وهحط عليهم رشه ملح. انا خلاص مش هحط حاجه تاني غير للدقيق غير رشه الملح بس، علشان انا خلاص كده محيقه السمك وعطشه له حقه. عايزه اوريكم بس شويه الثوم اللي فضلوا اهو. انا هشيلهم كده نضاف. طبعا ايدي ما لمستش السمك خالص ولا لمستهم، فهشيلهم استخدمهم حتى لو في حاجه نيه. ايه رايكم؟ النهارده هنقلي السمك بالميه. ايه فايده الميه؟ هقول لكم دلوقتي ايه فايده الميه. انا هاخد سمكيه اهو احطها في الدقيق. على فكره انا قلبت الدقيق كويس مع النشا وحطيت له رشه ملح. ايه فايده الدقيق؟ ايه فايده الميه؟ الميه هتحافظ لي على الزيت، هتخلي الزيت نضيف زي ما هو. يعني ممكن تقلي فيه المره دي ومره جايه كمان اهو. انا بس هضغط كده السمكيه. احلى حاجه تحطي فيها تتبيله السمك هو كيس عشان ما يوسخش الدنيا اهو. بس انا قلت اعمله كده قدامكم عشان يبان، لكن انا في الغالب يعني بعمله في كيسه تكون كبيره وبغطس فيها السمكه. بس السمكه دي كمان عشان مفتوحه عامله زي ما تكون بقى كبيره واخده وضعها. طبعا هحط لها دي كلها اهو اهو، علشان كمان التتبيله ما تقعش مني في الزيت اهو. ومسخنه الزيت ورايا، لازم تسخني الزيت كويس اهو. دخل الدقيق في كل حته وبعد كده هاجي اروح مغطساها في الميه كده، غطسه كده باينه عندكم اهو كده، واروح مطلعاها على طول. اهي التتبيله ما وقعتش وفي نفس الوقت الزيت هيبقى نضيف زي الفل. يلا بينا بقى على البوتاجاز. بصوا حبايبي، فكره الدقيق ان هو ما بيحرقش الميه. الميه بعد الدقيق فكرتها ان هي ما بتحرقش الزيت. بصوا الزيت هو ما فيهوش حاجه اتحرقت، هو بس عاوز يتصفى. بصوا عاوز يتصفى وممكن تستعمليه تاني، تحتفظي بيه، هتشيليه بس هتقلبيه سمك تاني. بس ما ينفعش تحمري بيه اي حاجه. عاوز يتصفى من الثوم يعني بواقي الثوم اللي طلعت ديت يستعمل تاني نضيف زي الفل. هي دي فكره الميه، ان هي بتخليه ما يتوسخش، بتخلي الزيت ما يتحرقش مني، وكمان عشان ما يبقاش مضر بالصحه. بصوا القرمشه بتاعت السمك من النشا. القرمشه دي من النشا. يلا بينا بقى نقدمه بعد ما اطلع السمك كده اهو. السمك انا خلصته. ليمون بقى زي ما انتوا عاوزين. يا سلام لو قرنين فلفل مقليين، ولا بدنجان مخلل مع شويه الرز، او حتى بالعيش بيتاكل بيبقى جميل. بصوا قرمشته
بصوا يعني مقرمش خالص من شويه النشا اللي حطيناهم. بصوا كمان اهو التسويه بتاعته بصوا شكلها ايه، جميله ومش بتاخد وقت، خلي بالكم كده يعني مش بتغيب في النار. كلها مقرمشه وطريه من جوه، طريه من جوه لكن هي مقرمشه. يا رب تجربوها بالطريقه دي. انا اول مره الصراحه افتح السمك كده، بس جاتني الفكره لما لقيت السمك صغير. بس طعمه في منتهى الجمال، كل اللحم بتاعه حايق وطعمه جميل. يا رب تجربوه بالطريقه دي ويعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك لو سمحتوا، واللي ما اشتركتش في القناه يسعدني ويشرفني اشتراكها. والى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله. باي.